في نفس البوله اللي احنا عملنا فيها الكيكه، هي عشان هنعمل كيكه الشوكولاته دلوقتي. هنحط بقى نص كيس الدقيق، ونحط شويه كمان عشان احنا طبعا واخدين من التاني اكتر يعني. نص كيلو دي بالظبط. وبرده هنحط بقيه نص كيس الكيك شيف والكيس السليم. يعني احنا كده حطينا على نص كيلو دقيق كيس ونص كيك شيف اهو، كيس كامل اهو. كيس ونص على نص كيلو دقيق. خلاص كده. نيجي بقى هنا قبل ما نحط البيض، هنعمل ايه؟ هنحط كوبايتين السكر. هنحط ايه؟ كوبايتين السكر الاول. تمام. نحط هنا كوبايتين السكر، وهنحط هنا كوبايتين من اللبن. كوبايتين سكر، كوبايتين من اللبن. طبعا انا كنت جايبه يعني كاكاو خام. كاكاو خام بمعدل 3 معالق كاكاو خام هنحطهم عليهم. كاكاو خام اهو زي ما انتم شايفين في نفس الخلاط. كاكاو خام. وهنحط الفانيليا، كيسين من الفانيليا. مش هنحط البيض. ليه يا بسمه مش هتحط البيض؟ عشان انا عايزه اخد منه كوبايه من صوص الشوكولاته قبل ما احط البيض، طبعا عشان ما ينفعش احط البيض على الزفاره. طيب هنروح هنا. بصوا هنا ضربنا السكر باللبن زي ما انتم شايفين، بالفانيليا بالكاكاو لوحديهم لسه وباللبن، وما نزلتش بالزيت. طبعا انا هنزل بالزيت نقطه علشان خاطر يتقل معايا. انا عايزه طبعا الصوص الشوكولاته بتاعي يبقى كريمي. طبعا هشغل الخلاط وانزل بالزيت واحده. اول ما يدخل معايا اوقف الزيت. خلاص خلصنا بعد ما حطينا الزيت. بصوا بقى صوص الشوكولاته عامل ازاي اهو. انا بقى كنت عايزه القوام ده علشان اخد منه صوص شوكولاته احطه عندي في التلاجة لحد ما الكيكه تستوي. ثواني انا هاخد منه ايه، كوبايه كده ونص صوص شوكولاته. القوام اهو بتاع صوص الشوكولاته. بصوا انا شلت منه شويه عشان دوت بعد ما الكيكه تستوي هحطه فوق الوش. طبعا النص التاني اهوت في الخلاط زي ما هو. هعمل عليه ايه؟ هحط عليه البيضتين عشان اكمل بقيه الكيكه بتاعتي اهو. واحط عليه كيس فانيليا كمان علشان خاطر زفرة البيض. بس كده خلاص كده. هبتدي اضربهم. احط 4 معالق من السمنه. اقلبها كويس، وبرده ادهن الصينيه بتاعتي برده واحطها على درجه حراره 200 من تحت، وما افتحش عليها الا بعد تلت ساعه. هنا الكيكه الشوكولاته عيالي ما بيحبوهاش تخينه، عشان طبعا بياخدوا الصوص من فوقيها ويسيبوا لك نص كيكه من تحت. طيب انا هعمل ايه؟ هقسم الكيكايه، يعني المفروض دي عجينه كيكه واحده، عجينه صينيه واحده. لا انا بقى هقسمها على صينيتين عشان تطلع سمك الكيكه صغيره ياكلوها كلها مره واحده، زي الكيك السواريه كده اللي انتوا بتشوفوه ده اهو. بصوا يعني انا مش هحط عجينه كتير في الصينيه على اساس ان هي ما تعملش سمك تخين. انا عايزاها سمك رفيع.
عشان ياكلوا العجينه كلها مره واحده، ما يسيبولكيش بقى حته من العجينه بعد ما ياكلوا الصوص بتاعها. يعني اغسل ايدي بس واجي.